السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الترند اللي قالب الدنيا. هنعمل الوصفه اللي جامعه ما بين البسكوت والكيك. كيكه الويفر او بسكوت الويفر، وصفه سهله جدا وبسيطه وتشكيلها مفيش اسهل من كده، وطعمها كمان مميز وجميل جدا جدا. مش عارفه اوصف لكم طعمها جميل قد ايه، بس عايزه اقول لكم ان طعمها قريب جدا من بسكوت الفريسكا. عارفين البسكوت الهرميه دي اللي متغطيه شوكولاته بيضه او بني؟ يعني انا ابني هو بيدوها قال لي دي طعمها قريب جدا من الفريسكا، عامل زي الفريسكا كده بالظبط. يلا كده نسمي الله ونشوف المكونات وطريقه التحضير. بس حابه قبل ما ابدا اقول لك لو اول مره بتشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها ولايك وشير اذا عجبك الفيديو. هنحضر البولة بتاعتنا تكون نضيفة وناشفة، ما فيهاش ولا نقطة مية، وهنشتغل على طول كده ب3 بيضات بحجم وسط ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ. هنزود عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او باكوين من الفانيليا البودر وكوباية من السكر، وهنقلب كده بالمضرب اليدوي. على فكرة الوصفة دي في كتير عملوها بالمضرب الكهرباء او عملوها بالهاند بلندر او بالخلاط، بس هي مش مستاهلة، هي سهلة جدا ومش محتاجين ان احنا ندوب السكر يعني 100%. هنخلط كده لحد ما اللون يفتح شويه، وبعد كده هنزود كوبايه من الزيت. انا استخدمت زيت ذره، ممكن زيت عباد شمس، بس بلاش زيت يكون مخزون عندك او تكون ريحته قويه علشان الوصفه كلها على بعضها ما ريحتها ما تتغيرش. هنقلب بالمضرب مره تانية، وبعدين هنزود معلقتين من النشا ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، يعني انا مش محتاجه الباكو كله، معلقه واحده بس كبيره. وهنقلب مره تانية لحد لما القوام يفتح كده خالص. هتلاحظوا ان القوام ابتدى يتقل ولونه فتح. لحد كده مهمة المضرب انتهت، هنخرجه بقى وهنحضر سباتشولا كده عشان هنقلب بيها. وهنحتاج من 4 ل5 كوبايات من الدقيق، يعني انا هحضر 5 كوبايات بس مش هنزلهم مرة واحدة. هحط حوالي 4 كوبايات وهبتدي اقلب لحد لما الدقيق يختفي كده في المواد السائلة، وهشوف العجينة لو ظبطت تمام. لو لسه طرية هبتدي ازود بالتدريج الكوباية ال5، وهرش رشة صغننة جدا من الملح، وهبتدي كده اقلب لحد زي ما قلت لكم الدقيق لما يختفي تماما. وبعد كده هخرج الاسباتيولا وهقلب بايدي علشان اشوف قوام العجينه. طبعا العجينه لسه خفيفه ولسه قوامها ما ظبطش، فابتديت اضيف من الكوبايه التانية. ومش هعجن كتير، انا بس هلم العجينه لان ده بسكوت ما يتعجنش كتير. العجينه لمت واتظبطت بقت بالشكل ده، ما بقتش بتلزق. خرجتها من البوله وهحطها كده على السطح، وهقسمها بالنص بالظبط. نص هخليه زي ما هو ابيض، والنص التاني هحطه في البوله، وهزود عليه معلقه ونص او معلقتين من الكاكاو الخام. ونستخدم طبعا هنا نوع يكون كويس، برضو انا بستخدم النوع الاسباني. وهنزود حوالي معلقه ونص برضو من الزيت علشان الكاكاو هتنشف العجينه، فانا لازم هضيف شويه زيت عشان تبقى لينه معايا. والكاكاو ما تنسوش تنخلوها علشان ساعات بيبقى فيها تكتلات. وهعجن العجينه لحد لما اوصل لدرجه اللون البني اللي انا عايزاه. كده تمام. هبتدي بقى افرد العجينه على ورقه زبده او على ورقه او على كيس بلاستيك زي ما انتم شايفين كده، وبقدر الامكان هخليها مربعه او مستطيله، يعني هظبط فيها كده وهديلها شكل المستطيل او المربع على حسب الصينيه او الصاج اللي انا هسوي فيه الويفر بتاعي. كده تمام خلاص. بقدر الامكان خليتها يعني تقريبا كده حجمها 25 في 35 على مقاس الصينيه اللي انا هسوي فيها. هركنها على جنب، وهفرد العجينه البني بنفس الطريقه على الكيس برضو، ولازم تبقى على الكيس عشان تبقى سهله عليا في النقل. كده خلاص تقريبا سويتها، والمقاس يعني بقى مقارب لبعضه. هنقل العجينة البيضة على البني، وهبتدي كده نمشي عليهم النشابة او فردة العجين، وبعدين هطبقها 4 تطبيقات. دي التطبيقة الاولانية، وهظبط بقى على قد ما اقدر على شكل الصينية او على شكل المستطيل بتاع الصينية. ودي كده بالتطبيقه اللي انا طبقتها دي التانية، وهبتدي برضو افرد. وفي نصيحة هنا عايزة اقولك عليها، ما تضغطيش على العجينة قوي وانت بتفرديها علشان العجينة البني والبيضة ما يسيحوش على بعض، يعني اللونين ما يتضغطوش كده وفي الاخر مش هتديكي شكل طبقات. يعني خلي ايدك خفيفة وانت بتفردي بالعجين، احنا مش محتاجين ان احنا نفرد جامد، احنا بس عايزين نسويها ونخليها نوصلها لحجم الصينية. وممكن تطبقيها 3 أو 4 تطبيقات كفاية قوي، يعني مش هنطبق اكتر من كده. كده تمام. جبت الصينية دهنتها دهنة زيت بسيطة جدا بالفرشة، وحطيت العجينة وسويتها، وهبتدي بفردة العجين كده اسوي سطحها، وهتدخل الفرن على درجة حرارة 170. هتقعد تقريبا 25 دقيقة بالظبط. خرجت بالشكل ده. دوبت شوكولاتة بيضة على حمام مائي،
لحد لما طبعا حطيت عليها معلقتين من الزيت، ما تنسوش تحطوا معلقتين من الزيت علشان تبقى لينه كده وطريه وتنفع تدهن معانا. بعد كده هسيب العجينه تهدى او الكيك بتاعنا يهدى. مش هحط عليه شوكولاته وهو سخن قوي، يعني تبقى دافيه كده، وهنزل الشوكولاته. وبعد كده سيحت برضو مكعبين من الشوكولاته البني، حطيتهم في كيس، ده كيس تلاجة عادي مش كيس حلواني ولا حاجة، وحطيته في مية سخنة برضو على حمام مائي. هفتح فتحة بسيطة خالص كده بالمقص، وهبتدي اعمل خطوط بالعرض، وبالخلة بتاعت الشيش هبتدي اعمل خطوط بالطول والعرض كده لحد لما تديني الشكل الجميل ده. هاسيبها يا دوب 3 4 دقايق تتشمع بس، وهبتدي اقطعها. مش هدخلها التلاجة قبل ما اقطعها، لان طبعا لو سبتها تبرد خالص او دخلتها التلاجة وانا بقطعها الشوكولاته هتتكسر على الوش، والوصفه كلها هيبقى شكلها هيتبهدل. هبتدي اقطعها، هنقطع التقطيعات اللي احنا عايزينها بقى، مربعات او مستطيلات، ممكن اقطعها سمبوكسه كده زي ما بنقطع الحجازيه. وبعد كده هندخلها التلاجة تسقع تماما، يعني تقريبا ساعه كده، وهنطلعها بقى نخرجها نحطها في طبق التقديم، وهوريكم شكلها ايه. دي النتيجة النهائية بتاعتها تحفة جدا. شايفين الطبقات؟ طبعا هي باينة الطبقات البني والطبقات البيضة، لو ضغطتوا عليها وانتوا بتفردوها بالنشاب او بفردة العجين مش هتدينا الطبقات دي، اللونين هيسيحوا على بعض ومش هتدينا الطبقات الواضحة دي. على فكرة انا جربتها، عملتها مرتين، مرة يعني الطبقات تدخلت في بعضها، والمرة التانية طلعت بالشكل ده. فحبيت اقول لكم النصيحة دي علشان تطلعوا تدينا نفس الطبقات ونفس الشكل الجمالي ده. وبس كده الوصفة بتاعتنا خلصت. بنصحكم تجربوها، تحفة جدا، وشكلها بصراحة مشرف قدام اي حد. يعني لو جايلك ضيوف، لو عايز تعمليها لولادك او تعمليها تاخديها زيارة لاي حد، شكلها بصراحة تحفة. وطريقتها سهلة زي ما انتم شايفين كده، يعني طريقة التشكيل مفيش اسهل منها. هكتب لكم كل المكونات في صندوق الوصف، وهستناكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.